انا حاسه ان انا في حلم، عشان اللي ورايا ده مش مجرد مشروع، دي قصه بنت في سنه 2018 كانت بتنظف صيدليه علشان تقدر تجيب مصاريفها ومصاريف البيت، في نفس الوقت نزلت الجيم بالصدفه عشان تقوي نفسها وتزيد في الوزن وتخرج الطاقه السلبيه، وكانت بتحلم ان هي يبقى عندها مشاريع علشان تقدر تغير حياتها وحياه عيلتها. فالجيم ده سبحان الله يتحول ان هو يبقى كاريرها في سنه 2019، تفضل تذاكر فيه في سنه 2018 لما تحبه لحد ما تيجي تشتغل فيه وتبتدي اونلاين تريننج. بتشتغل في مليون مكان مع دراستها، بتشتغل اكتر من 14 ساعه في اليوم. كانت ايام ما كانتش تقدر تقوم من النوم، كانت تبقى عايزه حد بس تنام ساعتين اللي وراها. بعد سنين من الشغل والتعب ربنا جبر خاطرها بشركه سما فت، بنتي الاولى اللي اتفتحت سنه 2022 من سنتين ونص. بدات فكره وبقت دلوقتي مؤسسه بنظام اداري فعال، ودلوقتي بنعمل لها ابلكيشن. بعد سنه بدات اخطط لمشروعي التاني، وبنتي التانيه جاست جيرل اللي هو يبقى متخصص لمستحضرات التجميل. ليه انا واقفه في المكان دلوقتي؟ تعالوا اوريكم. لسه كتير، مهام كتير ان شاء الله. ده هيبقى المخزن ان شاء الله، وده اوضه الموظفين. كل ده بقى وانا عندي اهم اولويه في حياتي وهي بيتي وجوزي، وكمان بدرس ماجستير. فتخيلوا كم الضغط اللي انا كنت محطوطه فيه السنه ونص اللي فاتت، عشان كده ما كنتش قادره اعمل فيديوز. المهم ان احنا بعد سنه ونص من التخطيط المكان خلص، البضاعه دخلت، والحلم بيتحول لحقيقه. دلوقتي رجعت لسما في سنه 2018، قلت لها ان كل ده هيحصل. كانت ممكن ما تصدقنيش، مع ان هي مصدقه ان هي كانت هتعمل حاجه، بس ما كانتش تتخيل ان كرم ربنا هيبقى كبير كده. عامله الفيديو ده عشان اقول لك لو كان في حد مكاني في سنه 2018 بيتعب، حاسس كل حاجه ضده، حاسس كل الظروف ضده، كل حاجه عماله تبوظ منه مهما حاول مهما حط مجهود، انا بقول لك ربنا شايف كل حاجه، شايف مجهودك، وكرمه لما بيجي هتتعجب من كرمه. كرمه هيعوض كل حاجه، وهيجي اكبر بكتير من مدى المجهود اللي انت حطيته.